ذلك ايه كتب الله عز وجل عن الجنه، قال وعزتي وجل لا يدخلكم مدمن خمر يعني لم يتب ولا الديوث. قالوا يا رسول الله عرفنا من هو مدمن الخمر، فمن الديوث؟ الذي يعرف القبح على اهله ويرضى به. يعني زوجته ماشيه عريانه في الشارع وهو راضي، سلم يا رب، طالع قدام الناس ويقول لك يا عم دي متغطيه ما شاء الله، هي في ايه ده، شعرها ووجهها ورقبتها وذراعها ورجليها وفي حاجه متغطيه الحمد لله. بالله عليك هتقول ده يعني والموت يبعثهم الله، هتقول في ايه ده؟ طب كيف تعلموا الغيره؟ سبحان الله. فالمصيبه وزوجها فرح او ماشي جنبها كده مبتسم بيستحي. هذا بروتوكول يا فضيلة الشيخ. ربنا يهديهم يا ابن الله. سبحان الله يعني ربنا يعني يغرس فيه الرجوله، بس اذا غرس فيه الرجوله غرست فيه الغيره العربيه. الغيره بس بقى انا لا ناهيك عن الغيره في الاسلام. العرب كان لديهم غيره؟ الله اكبر. قبل القران. ابني انا مره في محاضره قلت وددت ان تصل غيره بعض الناس الذين تبخرت غيرتهم الى مستوى ابي جهل وابي لهب. كيف؟ هل قرأت في التاريخ؟ وأنا أعرف بفضل الله أن قارئ أو إخواننا من المشاهدين والمشاهدات الذين يدمنون القراءة أو يعني يحبون القراءة، بلاش يدمنون القراءة، يحبون القراءة. ناخذ المعنى الإيجابي الدلالي. هل بلغ أن أبا جهل قال مرة لأم جميل زوجة أبي لهب إذن لي بهذه الرقصة؟ لا طيب أبدا. أحفاد أبي جهل في هذا القرن حدث منهم هذا أم لم يحدث؟ حدث يا فأينا أغير، أبو جهل فرعون الأمة أم حفيده الذي جاء وأذن لزوجه؟ سبحان الله. والله كان أبو لهب كان أطار رقبته، صح ولا لا؟ صحيح. الغيرة العربية. عمرو بتاع عنترة وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. الله سبحان الله. فهذا هو المنطق العربي أصلا. ولذلك الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في أمة العرب. ليه؟ عندهم اخلاقيات مش موجوده عند اي اقوام اخرى. الشهامه والنخوه والرجوله والشجاعه وحفظ الجار وحفظ الجوار وحفظ العهد. بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فاين الغيره؟ سبحان الله. فان الابرار يشربون والديوث لا يدخلان الجنه ابدا. ان الابرار